السلام عليكم كل متابعين ملك الكرة في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. يمكن النهارده انا كنت في وسط البلد الحقيقه، وكنت يعني عملت كام جوله كده في رمسيس وكلود بيك، ولفيت كده الحقيقه، كنت بعمل شويه حاجات. وطبعا انا بشكر الناس اللي هي عارفاني ومتابعاني على ملك الكوره. وفي ناس بتطلب مني المهنيه والحياد زي ما انا، وفي ناس بتطلب ان انا اتحيز للنادي الاهلي، وفي ناس تتحيز للزمالك، وناس مش عارف ايه. فقالوا لي انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ومعظم الاسئله يا جماعه من الناس انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ فبصوا اهو، ادي ابيض واحمر. يعني الحاجات دي بص، ابيض اهو واحمر، او احمر وابيض، يعني ده بس. البتاع ده طعمه حلو قوي على فكره، يعني البتاع ده طعمه جميل. المهم عايز اقول لكم حاجه مهمه قوي. مباراة النهارده الاهلي والزمالك، مباراة الاهلي كسب المحلة 2-1. والاهلي بيلعب مباراة قوية جدا. المحلة، مش عايز اقول المحلة ما عندوش ثقة في نفسه، لا كمان الاهلي اقوى. يعني تشكيلة الاهلي مع وجود واحد زي اكرم توفيق، حقيقة يعني حتى برونو سافيو كمان اللي فاق قوي مع الفرقة، تألق احمد عبد القادر، محمد الشناوي حارس المرمى، رغم ان في حاجات حصلت، الكرة وقعت منه مش عارف الكلام، لكن برضه هو حارس كبير حقيقة، أنقذ النادي الأهلي من بعض الفرص المحققة. لكن الأهلي تبص كده نازل يكسب، والمباراة رايحة في اتجاه النادي الأهلي. المحلة بيحاول على فترات اللي هو يعمل هجمة مرتدة، اللي هي تسديدة جنب المرمى، حاجات كده. لكن هو الأهلي الحقيقة 3 نقاط مستحقة، وكان أفضل في كل شيء. المحلة محتاج حاجات كتير عشان يرجع المحلة زعيم الفلاحين، او ارجنتين مصر زي ما بيقولوا. لكن هو انا اعتقد ان زعيم الفلاحين لما كان فيها صابر عيد وشوقي غريب والزفتاوي وصابر مش عايز اقول بقى ايام عمر عبد الله والسياجي وعبد الدايم، لان الحاجات دي انا ما شفتهمش، وعماشه وعمر عبد الله الحقيقه انا ما شفتهمش. لكن انا شفت الجيل اللي هو شوقي غريب والزفتاوي وصابر عيد، كانت فرقه، والبلعوطي تقريبا انا شفت البلعوطي. يعني والمشائي، محمود المشائي كان رقم 9 رهيب. المحله الحقيقه مش هي دي غزل المحله خالص بتاعت زمان، محتاجين شغل كتير جدا 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 عشان يرجعوا تاني غزل المحله. وانا بقول للجمهور والمحافظ الغربيه لازم يهتم بفريق المحله ويدعمه. المحله ظهر بيحاول اللي هو على ارضه في المحله، ملعب المحله طبعا المصنع، فبيحاول غزل المحله اللي هو يعني يجاري النادي الاهلي. لكن في فرق في الامكانيات الحقيقه، في فرق كبير في امكانيات اللعيبه، في فرق كبير في امكانيات الناديين، وده كان واضح جدا. فوز مستحق النادي الاهلي طبعا بجداره، الاهلي يستحق اللي هو يفوز 2-0. لو تفتكروا كمان في مباراه اتلعبت يمكن قبليها، مباراه بيراميدز والمقاولين، المباراه خلصت 2-0 لصالح بيراميدز، وده عادي. يعني انا شايف الاهلي والزمالك وبيراميدز هو برضو التنافس، وفيوتشر هيخش معاهم. يعني هم دول الاربع انديه او 4 فرق، ده صح وده صح، اللي هم هيخشوا على التنافس على المراكز الاربعه الاولى. هل من دلوقتي ممكن نقول واللي احنا نرشح الاهلي او الزمالك او بيراميدز او فيوتشر؟ لا، انا اعتقد الاربعه هيبقى في المنافسه. اعتقد هيبقى اهلي اول، زمالك تاني، بيراميدز ثالث، فيوتشر رابع. يعني اعتقد اللي هم دول، وممكن طلائع الجيش بعد كده خامس ممكن، وهكذا. لكن انا شايف ان ده ممكن يكون اقرب الحقيقه لارض الواقع. طيب الزمالك لعب طلائع الجيش، لعب طلائع الجيش وكسب 4-0. الهدف بتاع برونو سافيو البرازيلي الاصلي من احمد عبد القادر للكره اللي بالعرض دي، جون جميل جدا. وجون الزمالك يوسف اسامه نبيه كمان جون مهاري، يعني مش عايز اقول كاس العالم. لكن الزمالك كسب 4-0 طلائع الجيش، وبرده ده مش طلائع الجيش، مهند لاشين مشي، ومش عارف مين مشي، وعمرو السيسي مشي، الفرقه وقعت. وكان طارق العشري محمسها، فكانت بتبقى احسن من كده. كان في اداء اقوى من كده. مش عارف طلائع الجيش، يعني مش هو ده طلائع الجيش بتاع السنه اللي فاتت اللي هو بيحرج الاهلي والزمالك، ومن سنتين خد بطوله السوبر من الاهلي بضربات ترجيح ايام لما كان مدربه عبد الحميد بسيون. طيب مش عايز اقول لكم يعني انا شفت ملخصات ولقطات واهداف، والواحد كده يعني مش عايز اقول، معلش ما تزعلوش مني، بعد جرعه كاس العالم في فيفا قطر 2022
كل الناس يعني كانوا بيتفرجوا، مش عايز اقول بالعافيه. انا ما شفتش غير حاجات قصيره او دقايق، لكن شتان شتان الفرق بين الكباب والمشويات واللي انت بتاكل مش عارف ايه. يعني اقصد الوجبه كاس العالم وجبه دسمه جدا، لعيبه كبار، اداء، تصوير، تحكيم، حاجه ممتعه. وانا بفكركم تاني ان انتوا مش تشتركوا في القناه وبس عشان تدعموني ان انا اجيب لكم كل ما هو جديد، لا كمان ان انا ترجعوا للمقاطع اللي انا قلت المغرب هيوصل وهو المرشح الاول للفوز على اسبانيا. كل المقاطع اللي انا قلتها قبل كده يعني مش عايز اقول حصلت. وكمان بشكر المغرب واتمنى ان المغرب ان شاء الله من البرتغال تلعب مباراه طيبه بصرف النظر عن النتيجه. انجاز كبير جدا لاسود الاطلس. ومش عايز اقول استرداد للطار بين اسبانيا والمغرب، لكن يعني حاجه كويسه جدا هذه البطوله. ومن دور ال 16 بدات البطوله فنيا تعلى، دور الثمانيه هتبقى افضل وافضل قبل النهائي، وهكذا. نتمنى ان انتم تستمتعوا بالمباريات الباقيه من مونديال فيفا قطر 2022. ومعلش استحملوا الدوري المصري اللي اتمنى يكون دوري اعلى مستوى من كده بكتير جدا جدا جدا، وان شاء الله ده هيحصل على ارض الواقع. اسيبكم مع هذه الاطلاله، ونلتقي ان شاء الله في اطلاله جديده، كواليس واسرار مع ملك الكره. سلام.